سلام، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده، ويلقاكم الفيديو بأتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. قبل ما نبدا مع خواتاتي الفيديو، بغيت نطلب من خواتاتي يديروا لي ابوني وجام للفيديو، وهكا باش يوصلكم كل جديد نحطه. الفيديو تاع اليوم ولا الحكايه تاع اليوم هي حكايه خوتنا ليلى من وهران، غادي تسمعوها اليوم على لسان. ليلى بنت في العشرينات، تسكن في حي قديم في وهران، حي شعبي كيما باقي الأحياء تاع وهران، وين الناس كامل يعرفوا بعضاهم، وعائلتها بسيطة. بوها يخدم في البور تاع وهران، وامها قاعدة في الدار. امها متعلقة بزاف بولادها، تبغيهم لدرجة الجنون وتخاف عليها. ليلى تقول لك بلي عندي زوج خوتي صغار وهي اللي كانت الكبيرة. امها وبوها حاطين فيها امل تاع الدراسه، لخاطرش من صغرها كانت تبغي تقرا، وتقول لهم نهار اللي نكبر نولي دكتوره ونعاون الناس. بوها كان دائما يشجعها ويقول لها قرايتك هي سلاحك، ما تخلي حتى واحد يحطم لك احلامك. كبرت ليلى في حومه كان فيها اللعب في الزنقه، كان فيها الجري الضحك مع الجارات. كانت تبغي بزاف البحر، تروح مع بوها تانيك للبور في الصيف وتتجمع وتتفرج في الموج تاع البحر، وتقول وهران شابه وانا نبغيها بزاف. كبرت مع احلام كبيره ونجحت في قرايتها حتى دخلت تخدم في بلاصه محترمه. نهار الخطف كان نهار عادي. ليلى خارجه من الخدمه في الليل، لابسه سروال تاع جين وقمجه، وشاده الصاك تاعها فيه تليفون والورق نتاعها. كي خرجت عيطت لامها وقالت لها اما راني جايه وجدي لي غير كاس قهوه، راسي راه دارني. امها ضحكت وقالت لها راني قارح فيك. لكن القدر كان كاتب حاجه واحده اخرى في الطريق وهي تتمشى في واحد الشارع، قالت لك مظلم فيه غير شويه تاع ضو تاع محلات رايحين يبلعوا المحلات تاعهم. تمشي وحدها وقلبها مطمئن رايحه لدارهم باش تشرب القهوه تاع امها. قالت لك في لحظه نسمع حس تاع لوطو من مورايا جاي، دورت وجهي دورت راسي، لقيت لوطو كحله تتمشى. قلت بالك غير ناس رايحين لدارهم. لكن فجأة هذيك اللوطو حبست قدامها، خرجوا منها 3 رجال لابسين كاسكيطات كحلين ومدرقين وجههم ودايرين انواضر. واحد فيهم قال لها ركبي ملا ما ديري لنا مشاكل. ليلى بدات تزقي وتقول لهم شراكم باغيين مني، وتقول لك واحد شدني من يدي وواحد بلع لي فمي. حاولت نقاوم ونزقي، ضربتهم برجليا بصح ما كانش فايده، جروني للوطو وبلعوا عليا الباب. وهذيك اللوطو انطلقت في ديك الظلمه. الطريق كانت تطلع للجبل والبرد يزيد، وانا مربوطه اليدين ودموعي يطيحوا. قلبي من الخوف قريب يحبس. سمعت واحد منهم يضحك ويقول اليوم ضربنا يا نصيب. كان في عقلها غير امها اللي قالت لها وجدي لي القهوه وراها تقارع فيها. اخوتها وبوها اللي راه دروك عاده كينا في البور يخدم وما راهش عارفش راه صاري لبنته. وصلوا لهذيك البلاصه وين حبست اللوطو. قلت لك وين حلوا لي عينيا، لقيت كوخ قديم في وسط الجبل. الداخل كان مظلم، غير ريحه الخانزه والقش في الارض مشمخ. دخلوني ورماوني في واحد القنت وانا نزقي ونقول لهم خلوني، راني ما درت لكم والو، راني بنت غير مسكين. واحد فيهم قرب منها وضحك بضحكه شريره، قالها هنا ما يسمعك حتى واحد في هذا الليل غير احنا وانتي اللي رانا هنا. قلت لك تاني زاد جاني زاوج وقال لي هنا راكي بامان، هنا غير تسمعي الكلام وتطيعي. قلت لك هنا وين قلبي بدا يدق. حاولت نفك هذاك الحبل بيديا، شدوه مليح حتى الجلد تجرح والدم بدا يخرج، وانا غي ساكته باش ما يضربونيش. عيني يدمعوا ونشوف فيهم كي الديابه يضحكوا. واحد فيهم كان عنده وشم كبير في يده، قاعد يقرب ويقول لي بصوت حقود والله يا الزين غير تدعي ربي هاد الليله تطوال. قلت لهم باللي الجلد تاعي جاتني فيه القشعريره، حسيت روحي رايحه نموت. بداو يضحكوا عليا. واحد يجيب قنينه تاع شراب يشرب ويهدر، شوف خويا هذا اليوم رانا نتهناو بيها. هي تسمع كل كلمه وقلبها يزيد يدق. قالت في عقلها يا ربي ما يخلينيش بين يدين هاد الوحوش، يا ربي يجيب لي معجزه. فجأة واحد قرب منها بزاف، شدها من شعرها وقالها وش راكي تبكي، مازال الخير قدام.
وضربها بكف قوي حتى طاح راسها في الحيط. الدم بدا يخرج من لسانها وفمها، وحست بدوخة. حاولت تدافع برجليها، لكن هو رجع لها الضربة في كرشها حتى خرجت النفس منها. بداو يضحكوا بصوت عالي. واحد آخر قال لها خليها تبرد شوية ومن بعد نولوا لها. قعدوا مجمعين قدام النار اللي شعلوها في برميل، ويشربوا ويهضروا على الصفقات والكلام الحرام. وليلى مربوطة وبردانة وخايفة، والدموع ما بغاوش يحبسوا. راسها يدور وجسمها يوجع. في هذه اللحظة بدا عقلها يرجع للدار. تذكرت يامات اللي فوتتهم في حومتها، والقهوة اللي دارتها لها امها وخواتاتها اللي يضحكوا في الصالون، وبوها اللي دايما يقولها قرايتك هي حياتك، وهي تقول بينها بين روحها بالك هذه آخر مرة شفتهم وبالك ما نرجعش. الخوف كان ياكل فيها، وتسمع الأصوات الذئاب والريح برا والبرد. كل دقيقة كانت كي ساعة عليها. واحد منهم رجع لعندها وقال لها ما تخافيش غير شوية ونديروا لك الصح. ليلى في هذه اللحظة عيطت بكل قواها، صرخت، هزت المكان، خلوني خلوني بعدوني. لكن الضربة جاتها في وجهها حتى سكتت. الليل كان طويل وهي تحاول تلقى فرصة كيفاش تتخلص منهم وكيفاش تهرب، لكن هل القادر غادي يسلكها ولا لا؟ ليلى تقولك فاتوا الساعات الأولى من الليل وأنا مربوطة وقاعدة في هذاك البرد ونخمم يا درا غادي نسلك، يا درا غادي ننطلق، يا درا كي غادي تكمل عليا. قالت لك الوحوش قاعدين يشربوا وبعد كينا الدابزو بيناتهم، وانا مربوطه في هذاك الكوان. وجهي مجروح، شفايفي مشقه، العطش، البرد. كل دقيقه تقول في عقلها يا ربي خليني نرجع للدار، ويا ربي يجيب لي مخرج. سمعت واحد فيهم قال لصاحبه انا راني رايح نرقد شويه غدوه ونكملوا الفيلم. والزوج قال له ما كاش مشكل انا نقعد نعس فيها. هنايا قلبها بدا يخفق. واحد برك راح يسهر، سما هذه فرصتها الوحيدة، يا إما تخرج من هذه المصيبة يا إما راح تكمل عليها مال. ليلى هنا بدات تتحرك وباغيه تسلك روحها. بدات بشويه هذاك الحبل باغيه طردقه بسنيها، بصح كانوا ضاربينها في فمها دونك كانت مضراره منه بزاف. بصح كاع هكاك وقاعده تحاول تسلك روحها. راهي تقول الوقت راه يجري والخاطر راه قريب. يدها حركتها بشويه حتى تحلت العقده بشويه. في هذه اللحظه سمعت ديب يعوق في الجبل. قلبها زاد بغا يطرطق، خايفة لا ينوض هذاك الصوت ينوض الراجل اللي كان راقد. بعد جهد كبير يدها تفكت بصعوبة. أول ما حست يدها حرة ما صدقتش، قلعت الحبل بالخف من يديها وكرعيها وناضت غير بشوية ترجف وعينيها يدوروا. الكوخ هذاك اللي كانت فيه كان الباب تاعه تاع خشب وقديم، وفي اللرد كان فيه القش وكانوا فيه شويه تاع ساشيات. حاولت باش ما تحفزش على هذوك ساشيات باش ما يديروش الحس، بغات تجنبهم. بصح للاسف قالت لك وين عفزت على ساشيه الراجل فطن وحرك راسه. قالت لك انا جمدت في بلاصتي صاي النفس انقطعت فيها. قالت لك من حسن حظي رجع رقد، كان غالبه النعاس والشراب تانيك ما خلاش يفطن. خرجت من هذاك الكوخ قالت لك الدعوه مظلمه، داك الجبل فيه غير الظلمه والجر، ما عرفتش مين ناخذ الطريق. قالت لك تكلت على ربي وديت الطريق غير نيشان نتمشى غير انا والجر اللي مقابليني. قلت المهم نسلك، وين خرجت. قالت لك انا نجري بكل قوايا والارض تضرب تحت رجليا وقلبي باغي يخرج من صدري. فجأة نسمع واحد الصوت يقول لي واش راكي ديري، حبسي حبسي شراكي ديري. قالت لك درت وشفت راجل يجري من مورايا ومعاه كلب. قالت لك هنا زدت في السرعة نجري في وسط هذيك الغابة والشوك تجرح في كرعية والشعر يطاير والدم ينزل من ركبتي والكلب وصلني الحق عليا كان ينهش في الهواء. في اللحظة الأخيرة لقيت واحد المنحدر كبير، بلا ما تفكرت بلا ما فقت بروحي، نقصت وطلقت روحي في هذاك الواد، طحت في هذاك الواد. الماء تاعه كان بارد، ما حسيت بوالو، ما حسيت ببروده، ما حسيت حتى حاجه. كان المهم نتخلص من هذاك الوحوش. هنا قالت لك باللي جسمي بدا يتخبط في الحجار والكلب هنا وقف وبدا يعيط والراجل يسب ويقول حرام عليك حبسي راني نكتلك.
هنايا ليلى قالت لك درت روحي ما سمعت والو وغير نعوم باش نخرج في الجهه الثانيه. قالت لك غير وصلت للجهه الثانيه، وصلت خرجت في الطريق، هذيك الطريق قالت لك من حسن حظي نسمع في لوطو جايه. وين وصلت هذيك اللوطو وقفت لها في وسط الطريق حتى دار مولاها ستوب، وقال لي يا بنتي مالكي. بديت نعيط ونقول له عاوني بالله عليك، عاوني عاوني يا الحاج، راني مخطوفه، خليني نركب ونحكي لك شصرالي. هنايا خرج هذاك الراجل الكبير كان في السن، خرج من ديك اللوطو ودخلها وهو مصدوم. قالها يا بنتي واش بيك؟ هنايا ليلى طاحت على ركابيها تبكي وتقول خطفوني وراني هاربة. الراجل قالت لك قعد مصدوم وما عرف ما يدير. قالها وين راكي باغيه نديك؟ قالت له هديني عند لابوليس. هي الاولى ومن بعد كينا من تما نتوجه لدارنا. وهنا الراجل قلع بلوطوته وبغى يوصلها لأقرب بلاصة فيها الشرطة باش هكا تدير الشكوى نتاعها. وصلت لأقرب مركز تاع شرطة ودارت الشكوى تاعها، طلعت الشمس ولا بوليس خدموا خدمتهم وشدوا ديك العصابة. ورجعت هنايا ليلى لدارهم، كانت مجروحة ومنهارة، بصح الحمد لله قالت لك وصلت حية. وقفت قدام المراية وقلت بيني بين روحي ربي يسترني ديك الليلة، وكاين بزاف بنات ما قدروش يهربوا، الحمد لله يا ربي. وهنا كنا كملنا قصة ليلى اللي كيما قلت لكم كاين بزاف بنات صراو لهم لي زيستوار كيما هكا. وانتم خواتاتي قولوا لي اي وحده راهي عندها ايستوار في حياتها وما قادراش تحكيها، تتواصل معايا. دوك نحط لكم الرابط تاع الفيسبوك تاعي وتتواصل معايا وتحكي لي حكايتها وانا ننشرها على لساني. ونقول لكم خواتاتي ما تنساوليش الجيم والبارطاج وابوني لا عجبتكم اكيد قناتي، وتهلاو لي في رواحكم وسلام.